ازيكم عاملين ايه؟ وحشتوني جدا جدا. فيديو جديد النهارده. طبعا لاول مره تشوفي قناتي ما تنسيش تدوسيلي لايك وتسيبيلي اشتراك من كلمه اشتراك اللي تحت الفيديو. يلا بينا نبتدي الفيديو النهارده كده. فيديو جديد، والنهارده كده هعمل معاكم اكلات كل المصريين وغير المصريين بيعشقوها. هنعمل كده الكشري المصري الاصيل الجامد جدا، ومش هياخد مننا وقت ومن غير ما نكون شويه مواعين كده علينا. اول حاجه كده قطعت بصلايه. النهارده انا مش هعمل في الكشري بتاعي البصله من بره. انا هعمل البصله جوه الصلصه، يعني تبقى مع الدقه كلها كده مع بعض، علشان مش عايزه احمر بصل، وكمان يعني انجز عشان كنت متاخره وكنت محتاجه اعمل اكل بسرعه. حطيت كده البصله، نزلت عليها في الزيت، وهفضل احمر فيها لحد ما لونها معايا كده يحمر ويبقى حلو. وهضيف كده حبة كده من الملح، وهسيبها عشان ايه؟ الملح هيساعدها تتحمر اسرع، وكمان عشان ما تطلع لهاش ريحة. هسيبها كده ايه، يعني ايدي هنا وايدي هنا. بعد كده هدخل اعمل كده معاكم الرز. غسلت الرز. هو رز الكشري المفروض بشعرية، بس انا بصراحة ما كانش عندي فقلت اتصرف كده واعمله كده ايه، حبة وحبة، مش هيضر معايا وهيديني تست حلو كمان. بس طبعا لو انت عندك شعرية حطي بشعرية، بس زي ما قلت لكم انا ما كانش عندي شعرية، فعشان كده ايه ما حطيتش. فهعمل رز كده عادي. سبت كده الطاسة بتاعتي كده ايه لحد ما تسخن، وبعد كده نزلت بالزيت زي ما قلت لكم. بعد كده ايه هنزل كده بالرز، وهفضل اقلب في الرز ده لحد ما يحمر وياخد معايا كده لون. بعد كده هنزل بالجزء التاني واقلبه واضيف له كده المرقة بتاعته، وهيبقى كده ايه تمام وزي الفل. دي كانت اول حاجة معايا. إيه اول ما البصلة بتاعتي كده احمرت، جبت كده كيس الصلصة بتاعي، وبعد كده ايه هنزل بالصلصة بتاعتي على البصلة، علشان آه تتسبك كده مع بعض. وهقولك على تركية تحطيها كده في الاخر، هتديكي نفس تيست الصلصة اللي بتجيبيها من بره بالظبط، ما تختلفش عنها. جربيها واكتبيلي في الكومنتات، وبجد بجد هتكون ناجحة معاكي قوي. مسحت كده كل حاجة من حواليا عشان اظبط كده ايه الدنيا، وتكون كل حاجة كده رايقة كده ايه من حواليا. طبعا اي مواعين بتطلع معايا، عشان زي ما انتوا عارفين الكشري بياخد كده حبة مواعين شوية، فاي حاجة بتطلع معايا بغسلها كده من الاول للاخر بسرعة، علشان ما تغيبش معايا ايه في السوا، وكمان علشان سوري، عشان ما اقومش على نفسي مواعين وايدي تبقى ايه في كل حاجة. بس فضلت هنا بقلب برضو الرز، وسايبه الصلصه كده على نار عشان تفك، وبحركها كده شويه، عشان زي ما قلت لكم انا كنت مستعجله جدا جدا، وكنت عايزه انجز عشان كان معايا يعني مشوار وكده، فكنت عايزه اعمل الاكل قبل ما امشي. فعملت كده الرز بتاعي زي ما قلت لكم. بس طب لو عندك شعريه هيكون افضل، بس انا زي ما قلت لكم ما كانش معايا شعريه، فعملت رز كده عادي. تقدري انتي برضو على فكره طلع طعمه جميل جدا، يعني مش هيأثر معايا في حاجه. فانتي براحتك برضو، يعني عايزه تعمليه بشعريه اعمليه. بحط له حته ملح ومكعب من المرقه، وكمان اوقات ما بحطش، بحط ملح بس اوقات، فعلى حسب يعني، فانتي على حسب ما تحبي اعملي يعني. طبعا والصلصه سايباها تعيش حياتها كده على النار، واول ما اتسبكت نزلت عليها بايه، نزلت عليها بفص توم. وبعد اول ما تحطي التوم تطفي على طول. طبعا كنت حطيت قبلها بهارات، مكعب من المرقه وكزبره وفلفل اسود وشويه كمون صغيرين وملح وبابريكا بس. وزي ما قلت لكم حطيت فص كده من التوم، وطفيت النار، ومش عايزاه يغلي معايا في النار غير لما اجي اسخنه بس. جربي تحطي كده فص الثوم ده، بجد بجد بيودي طعمه في حتة تانية. وعايزة اقولك هتدوقي احلى صوص كده ممكن تعمليه لاي كشري لمكرونة، خلطة كده جبارة. زي ما انتوا شايفين ده انا هعمل ازاي. وكمان الرز استوى ومفلفل وطلع خطير قوي قوي قوي. هنا حطيت كده مية، هنزل عليها بشوية زيت وشوية ملح، علشان اعمل ايه المكرونة. ليه بحط الزيت عشان ما يخليهاش معايا تتجمد، وتكون حتة كتلة واحدة، فتكون متفكفكة معايا كده وتكون سلسة وحلوة. حطيت شوية زيت وشوية ملح والمية. اول ما تغلي معايا المية بجيب كده المكرونة بتاعتي. معايا مكرونة سباكيتي،
ومعايا مكرونة صغيرة خالص. دول اللي انا هعملهم بيهم، حطيتهم هنا زي ما انتوا شايفين، بصوا اهو. وبسيبهم كده ايه لحد ما تستوي معايا المكرونة. وبعد كده بشطفها شطفة بسيطة، بعد كده ايه بستخدمها للاكل، علشان مكرونة الكشري بتتشطف عشان ما تبقاش معاكي كتلة واحدة، وتقدري تفرفريها كده وتكون سلسة معاكي. لكن لو هتعملي مكرونة بشاميل انصحك انك انت ما تحطيلهاش زيت، او لو تحطي زيت حاجة بسيطة بس. وكمان لازم ما تتغسلش عشان تطلع لما تيجي تخرطي البشاميل تطلع معاكي كتلة واحدة. قطعت كده، عملت عدس حطيته برضو على النار، وعملت الصلصة. وهنا بوريكم غرفة الاكل، قطعت كده شوية كده من الكزبرة، ورشيتهم كده على طبق الكشري من فوق. وطبعا انا كنت عاملة دقة كده من بعمل بكمية وبشيلها في التلاجة وباخد منها على طول. طلعت كده ورشيت كده على الوش، وبجد بجد كانت اكلة تحفة. وبس، وده كان الفيديو بتاع النهاردة، يا رب يعجبكم. ما تنسونيش في اللايك.